اخواني هواي نسوى اعمال بس الاثر قليل. ليش؟ هسه هاي مو خاصه بالزياره، لا هاي بالصلاه، بالقران، بالدعاء، بكل العبادات والطاعات نسوى اعمال بس الاثار شنو؟ مره معدومه، مره شبه معدومه، مره تروح مره تجي. تمام لو لا؟ ليش اخواني؟ ليش؟ اخواني الطاعه وحدها هي بيها منفعه، والطاعه تقوي الانسان، تمام، بس كون ماكو معصيه وياها، هذا المهم. شوف اكو دعاء وارد عن الامام المهدي يقول اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد وبعد المعصيه. عنده صلاه بس اكو وياها شنو؟ معصيه، ماكو اثر للصلاه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه فرع، ثمره هذا الفرع اخلاق. شوف كل ثمار العبادات هي اخلاق اخواني، اخلاق. فالاثار ليش ما نشوفها؟ لان اكو شنو؟ اكو معصيه، اكو معصيه. وقعدت بي اغلالي وحبسني عن نفعي بعد امالي وخدعتني الدنيا بغرورها. المعصيه هي اللي تعطل وتاخر الانسان. الذنب اخواني، هسه انت روح اقرا في روايات الائمه عليهم السلام، اقرا شوف الذنب واثار الذنب، اكو اثار عجيبه. حتى بروايات يقول لك هذا الذنب له ثقل يعني يثقل الانسان، بينما الطاعه تخفف الانسان. الطاعه تخلي الانسان خفيف، تخليه نشط. قوي على الامام علي يطلبها في دعاكم وين؟ قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمه جوانحي. هاي لما تكون يعني دائما نقراها بالصلاه ونقراها دعاء، نقراها دعاء زائدا طلب، يعني نريد انه الله يحققها لنا. فاخواني المشكله وين؟ بالموانع. طاعات اكو، خيرات اكو، ذكر اكو، قران اكو، زياره اكو، بس وياها لازم ماكو معصيه. كون انت ساد باب المعاصي، هنا شنو؟ طاعات راح شنو؟ راح تبين. يعني هسه واحد عنده حطب مثلا، مثال تقريبي، عنده حطب، هذا الحطب كله مي ويريد يشعل نار بيه. خب النار ما تشتعل، يقول له زيل المانع وتعال اشعل النار. هذا مصباح قدامي ضوء، انت تجيب حجاب، تجيب مانع تخليه بينك وبين هذا النور. هو النور موجود، النور موجود، بس انت زيل هذا المانع، ايش راح يشوف؟ راح يشوف هذا النور. النور موجود. اثر الصلاه موجود، بس انا مانع هذا الاثر ما اشوفه. ليش؟ اكو موانع. اذا الاثار ما تظهر. لاحظ اخواني، آثار الزيارة وآثار الصلاة وآثار الدعاء وآثار قراءة القرآن وآثار الصدقة وغيرها ما تظهر بصورة واضحة جلية إلا أن شنو؟ تغلق باب المعصية. شوفك رواية طريفة جدا. أنتم قارين قصة موسى عليه السلام مع الخضر، بعد تعرفون يعني هاي قضية طالب وأستاذ، وهي قصة مشوقة حقيقة وبها أبعاد عظيمة. خلاصة هاي القصة، موسى سأل الخضر قال له أنت شنو السر اللي عندك اللي أنا صرت يعني تابع لك؟ شنو إيش عندك أنت؟ قال له أنا عندي رسالة. موسى كليم ترى، مو شوية، نبي ورسول وكليم وعنده شريعة، والله يروح يقول له أخذ العلم من هذا العبد. عجيب يعني. شوف العلم وفوق كل ذي علم عليم. وفعلا اجى موسى قدامه يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني ما قال أنه أنا نبي أو رسول أو صاحب الشريعة، خلاص أنه هذا عنده علم بعد، كون أنا أتبعه. فموسى سأل الخضر قال له شنو ايش عندك انت بحيث انا الله قال روح اخذ العلم من الخضر. شلون بلغت هاي المرتبه؟ شنو الجواب؟ كلمه واحده، قال له بلغت هذه المرتبه بترك المعصيه. بترك المعصيه. الانسان اذا ترك المعصيه
خلي تكون عبادات بسيطة عنده كلش كافية. زين أنا أجيب مستحبات وأجيب أعمال وأجيب أذكار ومتعب روحي وكذا وكذا، بس شنو؟ أكو مثلا خلاف بيني وبين أبويا أو أمي، أو مع شوية فلان، أو فلان أنا حاسده، أو مثلا شنو هذا مع شوية ذاك، ماكو فايدة إخوان.